مسلسلات خليجية كتيرة هتتابعوها السنة دي في رمضان، بتتنوع مواضيعها ما بين الكوميدي الدرامي والاجتماعي، وجزء كبير منها تصورت حلقاته ونزلت البروموز الخاصة فيهم، والجمهور أخذ لمحة عن طبيعة الأدوار. ممكن هالمرة مختلف نوعا ما لأنه ما يمثل 30 حلقة، لكن حلقات منفصلة، ما أقدر أقول متصلة. يمكن المتصل هو فقط وجود المخرج وبعض الممثلين ووجودي أنا في العمل. ويبدو أنه هالعمل رح يشكل نقلة نوعية بالدراما الخليجية، خاصة وأنه سعاد رح تقدم فيه أكثر من شخصية. عشرة العمر وفكر فيني. تناولين هالمرة عدة مواضيع منها الاجتماعي نقدر نقول جدلا السياسي والتراثي. فببوستر العمل بنشوفها امرأة خايفة وموجه ضدها أسلحة، وبهالمشاهد بتكون قوية الشخصية ومقدمة برامج. ورح يشارك فيه الكثير من نجوم الدراما الخليجية، منهم عبد المحسن القفاص وشجون الهاجري. ترى اني اخذت منها من سنين وبنين اللي اغلب بالعكس. شجون رح تكون عم تنافس كمان بمسلسل اليوم الأسود مع إلهام الفضالة ومحمود بوشيري وأخوه عبد الله بوشيري، نور الغندور، أسيل عمران وريم أرحمة. إذا مو مفكر بالزواج وخر على المرأة وخلها بحال سبيلها. أنا جاية أقول لك إني موافقة. ومع إنه البطولة جماعية فشفنا كل بطل متصدر بوستر لحاله، وعلى صفحة المسلسل حمسوا الجمهور بصور وفيديوهات كثيرة من الكواليس. رايدين قبايك أبنحاش من التصوير واخلق وهكذا يفر الفنان من اللوكيشن. ومع انهم لحد الان ما نزلوا اي اعلان رسمي للعمل، لكن ممثلي مسلسل رمانة لحياة الفهد مش مقصرين بالفيديوهات على هاشتاج رمانة. والحلوة زعلانة والحلوة زعلانة هلا يا رمانة. عمل تقريبا كوميديا الموقف لعائلات تبدأ من القاع إلى القمة ثم تحصل لها مشاكل كثيرة. وهالسنة اختارت هدى حسين طل بقصة اجتماعية بعنوان إقبال يوم أقبلت، مأخوذة عن رواية لحمد الرومي. العمل يتطرق إلى قضية جدا مهمة، المرض المزمن التي تعاني من إقبال. لهيك ظهرت ببرومو المسلسل مريضة وتعبانة، ورح نشوف معاه هبة الدري وصمود الكندري. عمتي بنتك 24 ساعة تعايرنك ولا كلمة ما أسمح. أما مسلسل دموع الأفاعي فبيحكي عن خلافات بين عائلتين، بتظهر فيه غدير السبتي بدور شريرة وغريبة الأطوار. رباهم وكبرهم. هذه منيرة حية برا أنشنتين. بتدخل بمواجهة مع زهرة عرفات اللي طول الوقت بتحاول إنها تسترجع أولادها. شمت فعولك يا رخيص. أما هند البلوشي فرح تكون مخرجة مسرح. أنا طلعت من الديرة خطير. لازم تحبينها وتطيقينها وشربي وراها ماي علشان تبلعينها. هيا عبد السلام رح تدخل المنافسة هالموسم كمخرجة وبطلة لمسلسل كلام أصفر، ومع زوجها فؤاد علي. قلت لك أنا مو مجرد معجبة فيك، أنا فعلا أقصدها. والكل رح يتابع تفاصيل قصة الحب اللي صارت في اسطنبول بين أمل العوضي وعبد الله بوشيري بمسلسل نهاية حلم. بس الحب اللي ينبني على الجلد يكون باطل. تبي تقنعني إن عمرك ما حبيت في حياتك؟ وخلال الأيام اللي جاية أكيد هنشوف تفاصيل أعمال تانية كتير.